النهارده بإذن الله هنتكلم عن ميزانية قوية جدا جدا تنفع لأسرة من 5 ل6 أفراد. وبكام يا سهى؟ ب3000 جنيه. ده انت على كده بقى يا سهى أكيد تقصدي ميزانية يومية، ميزانية شهرية جدا شاملة فطار وغدا وعشاء، وكمان هنشيل منهم لرمضان. لا ده انت كده يا سهى جايه اكيد تشيلينا. مش بقول لكم ميزانيه قويه؟ دي ميزانيه متجربه ومتعوب عليها قوي، اول مره هتسمعوها، وان سمعتوها بعد كده اعرفوا ان صاحبه الفكره اصلا هي سهى. عارفه انت بقى لو عدد افرادك اقل من 5 أو 6 أفراد، ايه عالدلع. ولو حتى عدد اسرتك من 5 ل6 أفراد ومصروفك اكتر من 3000 جنيه، وسمعتي الميزانيه بتاعتي ومشيتي بيها بعد كده، خليكي بس عارفه ان الفرق ده بالنص. ها يلا بينا من غير كلام كتير ندخل في الموضوع على طول. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين اصحابي وحبايبي واخواتي وكل اللي متابعيني على قناتي. خليني اعرفكم بنفسي لو اول مره تشوفوني، انا سهى ودي قناتي. شرفني جدا جدا ان حضرتك لو اول مره تشوفيني ومش مشتركه فيها تشتركي فيها، عشان ان شاء الله باذن الله مش هتخرجي منها ابدا ابدا الا وانت مستفاده. والاهم من ده كله انك هتكوني مغيره حياتك للافضل وللاحسن باذن الله. وعمري ما هبطل افكرك ابدا ان عمرها ما هتتغير للافضل ولا للاحسن الا بذكر الله، وانك تقولي معايا دلوقتي حالا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقبل ما ادخلك في التفاصيل اوعي تنسي اللايك اللي بيفرحني وكلامك الحلو اللي دايما بستناه في الكومنتات. ربنا يخليكوا ليا يا احلى اصحاب واخوات في الدنيا. دايما في كل فيديوهاتي بعرفك ان في افكار ممكن جدا جدا ما تعجبكيش، وافكار تانية تعجب ناس وتغير حياتهم جدا، بس الفيديو ده مش هتخرجي منه الا وانتي واخده افكار هتمشي بيها طول حياتك. انا حقيقي شفت العجب في الكومنتات، شفت ناس بتطلب مني ميزانيات ب2000 جنيه ل5 و6 و7 افراد فيهم بيبيهات وبتجيب لها بامبرز. فوقتها فعلا هتحسي ان كلمه تحت خط الفقر دي قليله عليهم. فلما تلاقيني بقول ميزانيه بالمبلغ ده اوعي تستغربي ابدا. عاوزاكي بس الاول تقومي تعملي لك حاجه سخنه تشربيها زي كده، وتقعدي لي وتمخمخي معايا يا سهى. في ايدي دلوقتي حالا 3000 جنيه. هعمل بيهم ايه وهبدا منين؟ اول حاجه هنبدا بيها هي اساسيات اي بيت. عباره عن ايه بقى الاساسيات؟ الرز والمكرونه والزيت والسكر. تعالوا نبدا باهم حاجه في البيت، والحاجه اللي كل شهر بتعمل لنا ازمه، هي الزيت والسكر. بما ان عدد افرادي كبير من 5 ل6 أفراد، معنى كده ان استهلاكي على الزيت والسكر هيكون كبير جدا. طب ازاي يا سهى احل ازمه استهلاكي للزيت بالذات؟ انت ليكي من اول الشهر ده كل اسبوع ازازه زيت واحده بس وكيس سكر واحد بس. الازازه قبل ما الاسبوع يخلص يبقى مستحيل ايدي تيجي على الازازه بتاعت الاسبوع اللي بعدها. طب اعمل ايه في باقي الاسبوع؟ ازاي هعيش من غير الزيت؟ لا عيشي من غير الزيت. انا عن نفسي والله العظيم ممكن اعيش اخر اسبوع في الشهر من غير ولا نقطه زيت عندي خالص. اعمل بطاطس مسلوقه بدل ما احمرها، هعمل بانيه شاورما بدل ما احمره، هعمل بتنجان هشويه بدل ما اقليه، هعمل فراخ هشويها بدل ما احمرها. تسالنيش على افكار اكل من غير زيت، ست البيت حرفيا ما بتغلبش. هو ده الحل الوحيد اللي ظبط معايا استهلاك الزيت. انا كان ساعات يجي عليا شهر احنا 4 تنفار الاقي نفسي دخلت في ال5 وال6 زيت. لا كده حرام، حرام على صحتنا اولا، حرام على فلوسنا. عندك بطاقه تموين خير وبركه، ما عندكيش بطاقه تموين الميزانيه اللي عاملاها لك النهارده من غير ما يكون عندك بطاقه تموين. هقولك على فكره كده سريعه تقدري من خلالها تشيلي زيت وسكر لرمضان. حضرتك عندك بطاقه تموين بنفرين بتديكي ازازتين زيت، زي ما اتفقنا الازازتين دول هيكونوا للاسبوعين، اصبح ان انا هشتري ازازتين تاني من بره. والسكر كذلك بيديني كيسين سكر، والمفروض ان انا هشتري كيسين تاني عشان اكمل باقي الشهر. طب انت هتعتبري من الشهر ده بطاقتك بدل ما بتديكي نفرين بتديكي نفر واحد بس، بدل ما هتشتري ازازتين من بره هتشتري 3. هتمشي على النظام ده لغايه رمضان. متخيله هتلاقي عندك كميه زيت وسكر قد ايه؟ بطاقتك 3 افراد هتشيلي ازازه وهتشتري ازازتين، بطاقتك 4 افراد هتشيلي ازازتين وتشتري ازازتين. معادله سهله قوي بايدك ان انت تظبطيها على قد حساباتك. تعالي على رصيد العيش اللي بيفيض من البطاقه، هنعتبره مش موجود خالص. فايض عندك 9 جنيه 5 جنيه 10 جنيه 15 جنيه، يجيبوا زي ما يجيبوا. جابوا كيس مكرونه، جابوا باكو شاي، اتفضل فكه جابوا بيها كيسين 3 ملح. كل ده هيتربط في شنطه وهيتشال في مكان بعيد عن ايدي. انا عن نفسي بقالي 2 سنين بعمل في الفكره دي، وحقيقي حلوه جدا جدا. انتوا متخيلين اسعار الحاجه
قرب رمضان بيبقى عامل ازاي؟ الحاجه بتكون مولعه غاليه جدا. طب انا ليه استنى واحط نفسي في الموقف ده؟ واي بيت في شهر رمضان بيكون استخدامه الضعف وسعر الحاجه بيكون الضعفين. ما تنسيش بس لما تجربي الفكره دي وتلاقيها نقذتك في شهر رمضان تبقي تفتكريني وتدعيلي. يلا يا سهى، المصروف في ايدي، حنستيني للميزانيه. صلى على النبي يا ست الكل في الكومنتات وسيب اللايك اللي بيفرحني. دخلنا عند العلاف، حطينا نظام لنفسنا ان احنا كل اسبوع لينا ازازه زيت واحده بس وكيس سكر واحد بس. يبقى اول حاجه هجيبها من المصروف 4 زيت و4 سكر. ازازه الزيت الكيلو بكام عند العلاف؟ بتبدا من 55 ل 60 جنيه. دي جايباها ب 60 جنيه ودي للقلية ب 55 جنيه. احنا هنحسب يا ست الكل ان ازازة الزيت ب 60 جنيه، 4 في 6 ب 24، يبقى ب 240 جنيه زيت. والسكر جايبة الكيلو ب 30 جنيه، يعني 3 في 4 ب 12 ب 120 جنيه. ادي اول 360 جنيه. عايزاكي بس تحسبي معايا كويس قوي. بما ان عدد افرادي كبير فانا هيكفيني في الشهر 5 كيلو رز و5 كيلو مكرونه. كيلو الرز ب 25 جنيه، يعني ال5 كيلو ب 125 جنيه، و5 كيلو المكرونه ب 110 جنيه. شكليهم زي ما انت عايزه. طب الاسعار يا سهى اللي انت بتقولي عليها دي انت جايباها منين؟ هقولك يا ست الكل، جايباها من الشادر اللي هو بيتفرش اللي مكتوب عليه تحيا مصر. موجود فين الشادر ده؟ هو موجود في كل حته، بس اللي اشتريت منه تحديدا عند جنينه سفاري بارك. حساب الاربع حاجات دول بس لوحدهم كام؟ ب 595 جنيه. هنجيب كمان كيلو سمنه سايبه، اي نوع بقى انت بتحبيه، روابي، جنه، كريستال، اي حاجه. انا عن نفسي بفضل جنه. طب اشمعنى يا سهى سايبه بالذات؟ عشان الكيلو بيكون كيلو، انما لو جبتيها العلب الكيلو بيكون حوالي 700 جرام، فحرام كده صرفنا 695 جنيه. خلصنا؟ لا طبعا لسه التوابل. هتجيبي من كل نوع ب 10 جنيه توابل وتكفي نفسك بيها من كل نوع، اللي هو الانواع الاساسيه والرئيسيه اللي احنا بنستخدمها. يعني مثلا ب 10 فلفل اسمر، ب 10 كمون، ب 10 كزبره ناشفه، ب 10 بهارات. وتتأني انت في استخدام حاجتك. بصي، ولا هو عيب ولا هو حرام، ده بيتك وانت اكتر واحده على درايه بيه وانت المسؤوله عنه. وطالما انا المسؤوله عنه يبقى انا اللي امشيه وانا اللي بايدي اظبطه. هنحط على التوابل بتاعتنا كمان ب 20 جنيه ملح، يعني 4 اكياس من الكيس اللي هو ب 5 جنيه ده الكبير. كلفنا التوابل بالملح بتاعنا 60 جنيه، صرفنا من المصروف 755 جنيه. خلصنا يا سهى؟ لا طبعا لسه ناقص لي الشعريه، ناقص لي اللسان عصفور، ناقص لي الخل. دول يا ترى هجيبهم بكام؟ هجيبهم ب 45 جنيه علشان اقفل ال 800 جنيه بتوعي. يعني هجيب بال 20 جنيه شعريه وب 10 لسان عصفور وبال 15 جنيه خل. ها يا سهى كده خلصنا؟ لا لسه. هجيب بال 50 جنيه عدس اصفر وب 20 جنيه كمان عدس بجب عشان اي وقت اعمل فيه كشري. يبقى طالما دخلت في البقوليات يا سهى يبقى هجيب فاصوليا ولوبيا. لا ما تجيبيش، وهقول لك ليه. لو في اي وقت تاني كنت هقول لك هاتي، بس في الوقت ده تحديدا ما تجيبيش. وكيلو ونص دقيق انصاص، يعني ب 30 جنيه دقيق كل كيس على 10 جنيه. معاهم كمان ب 25 جنيه فول تدميس وب 25 جنيه فول مدشوش. ودول ان شاء الله باذن الله هيكفوكي طول الشهر جنب حاجات تانية هقولك عليها. كده صرفنا كام من المصروف؟ صرفنا 950 جنيه وجبنا كفة شيء وحاجات ان شاء الله باذن الله هتكفينا الشهر كله. يعني يا سهى متبقي معايا كام كده؟ متبقي معايا 2050 جنيه. ترى بقى ايه الحاجه اللي هجيبها بعد ما جبت البقوليات؟ هندخل عند الخضري على طول. نجيب تاني اساسيات اي بيت، اللي هي ايه بقى؟ طماطم، البصل، البطاطس. تخيلي كده معايا لو انت عندك البقوليات اللي احنا قلنا عليها دي وجبتي الخضار الاساسي اللي هو الطماطم والبصل والبطاطس، كده انت هتعملي اكله ولا لا؟ ده انت تعملي اجدعها اكله. بس احنا طبعا مش هنقف لحد كده. الطماطم الحمد لله رخصت الايام دي. شايفه الكيلو ب5 جنيه اللي هي الطماطم اللي تنفع للطبيخ. اجيب 5 كيلو واشيلهم على طول. اجيب كيلو بس طماطم جامده اخليها للتلاجة. يعني هنقول جبنا الطماطم ب 35 جنيه. البطاطس الحمد لله الجديده طلعت، شايفاها ب 12 وب 13 جنيه. هنقول يا ست الكل عندك ب 15. هنجيب برضو 5 كيلو ب 75 جنيه. والبصل الرفيع شويه شايفاه ب 15 جنيه. ميزه البصل الرفيع ايه؟ هو انه بيرمي معاكي كميه وبيقلل في استهلاكك. فانت خليكي ناصحه وفي اي وقت تحبي تجيبي بصل هاتي البصل الرفيع شويه. يعني هنقول مثلا جبتي لك 3 كيلو بصل هيقطع معاكي كميه حلوه جدا ما شاء الله، هتنفع معاكي طول الشهر. ماشي يا سهى، ما هو اكيد برضو الخضار بتاعي بتاع طول الشهر هو مش هيبقى طماطم وبصل وبطاطس بس. لا يا ست الكل،
انا هسيب لك 250 جنيه هاتي بيهم الخضار اللي انت عايزاه. جبتي كرنبايه، جبتي الخضره بتاعتها، جبتي جزر للعدس، جبتي لك ربطتين ملوخيه. نيجي بقى للنقطه بتاعت البقوليات اللي قلت لك ما تجيبهاش عند العلاف. ليه بقى؟ هقول لك. احنا في ايام الخضار فيها الايام دي مرطرط ورخيص. يعني الفاصوليا الخضراء انا شايفاها ب 10 جنيه، الكوسه ب 14. بدل ما اروح اجيب ربع لوبيا ب 20 جنيه، ولا الفاصوليا الربع ب 30 جنيه وما يكفيش اكل اصلا، ما انا اجيب كيلو فاصوليا خضراء واعمله ويغرقنا كلنا، اجيب كيلو كوسه واعمله ويغرقنا كلنا. والشتا اصلا بتحب الطبيخ وبتحب الخضار، وحتى القلقاس برضو شايفاه ب 20 جنيه. انت هيكون معاكي 250 جنيه هتلمي بيهم الخضار بتاعك. هتجيبي لك قرنبيطه وتشيليها، هتجيبي لك 3 كيلو لفت ب 10 جنيه. الايام دي مرطرط ورخيص جدا. يعني انت معاكي 250 جنيه هتكفي بيهم خضارك كله بتاع الشهر. يعني هنشيل 250 جنيه من ال 2050 اللي متبقيين معانا من بعد ما جبنا حاجه العلاف، هيتبقى معانا 1800 جنيه. يا ترى يا سهى هندخل على ايه تاني بعد كده؟ يلا بينا على المنظفات على طول. هنزل عند صبانه جنبي كده تكون اسعارها حنينه وكمان بتعمل عروض. طب يا ترى بقى يا سهى هنزل الصبانه بكام عشان الم بيها حاجتي؟ هتنزلي الصبانه دي ب 200 جنيه بس. طب و200 جنيه يا سهى هيكفوا؟ هيكفوا. اصبري عليا وهقولك هيكفوا ازاي. عايزه اقولك ان الكلام ده والله العظيم ما هو كلام وخلاص، الكلام ده عن تجربه. انا بنزل الصبانه اللي جنب بيتي ويوم الخميس، لان يوم الخميس هو اليوم بتاع العروض. يوم العرض ده كيلو الفري ب 4 جنيه وهو اصلا في الايام العاديه ب 5 جنيه. احنا يا ستي بغض النظر عندك ب4 ولا ب5 هنجيب بال20 جنيه فري، يعني هيعمل من 4 ل5 كيلو. واي حاجه تاني بعد كده ب10 جنيه. ب10 جنيه كلور خام، ب10 جنيه ديتول، ب10 جنيه سلك. 2 كيس مسحوق اريال او اوكسي او اللي هو العادي، اللي هو الاكياس العاديه لاي غسل على ايدي. الكيس اللي هو ب 10 جنيه اجيب منه كيسين. كل شهر سفنجتين مواعين جداد، الواحده ب5 جنيه اجيب 2 برضو بال10 جنيه. معاهم كمان صابونتين ايد اللي هي الصابونه ام 10 جنيه. تكلفه المنظفات 60 جنيه، ومعاهم كمان صابونتين يبقى كده 80، ومعجون سنان. ادي قفلنا اول 100 جنيه. تاني 100 جنيه بقى يا سو هنعمل بيها ايه؟ دي هنجيب بيها اكتر حاجه بتضلعنا كل شهر. لو دخلت كده عند اي صبانه بتلاقيه فاتح شكاير كبيره، مش اللي هو مسحوق اللي هو الصنع تحت السلم، لا بيكون برضو نفس الحاجات اللي انت بتستخدميها ايا كان اللي بتستخدميه ايه، تايد، اوكسي، بونكس، اي حاجه، اريال، برسيل، اي مسحوق اوتوماتيك انت بتستخدميه بيبقى فاتح منه شكاير كبيره. الكيلو فيها من 45 ل 55 جنيه. انت هتجيبي بال100 جنيه على كيسين، وانت اللي تدبري في حاجتك علشان تكفيكي طول الشهر. يعني انا مثلا واحده عندها داء ممكن تغير مرتين 3 في اليوم. طيب هل هدومي اللي بغيرها مرتين 3 دي ينفع احطها مع هدوم حد لابسها بقاله 3 ايام ولا يومين؟ لا. الهدوم النظيفه دي بتتجمع بنص مكيال تتحط حاطه في الغساله، والهدوم اللي محتاجه نظافه بحطها مع بعضها واديها حقها، اديها مكيال كامل. كده انا بعمل ايه؟ بدبر في حاجتي، بستخدم حاجتي بعقل، بقلل استهلاك وبوقف تهدير. خلصنا خلاص حاجه الصبانه، متبقي معانا 1600 جنيه. لا، انت متبقي معاكي 1500 جنيه بس للحوم، اللي هي اصلا اخر بند متبقي لنا. سيبي ال 100 جنيه اللي فوق ال 1500 دي على جنب وتعالي لي دلوقتي بال 1500 جنيه. يا سهى انت مستوعبه ان اللي متبقي معايا دلوقتي 1500 جنيه و6 افراد او 5 افراد؟ ال 1500 جنيه هيكفوا الخمس او ال6 افراد لحوم على مدار الشهر باذن الله. باذن الله ان شاء الله بعد الكلام اللي هتسمعيه ده هيكفوا، وهتقولي كنت فين يا سهى بالفكره دي من زمان. صلي على النبي في الكومنتات وسيبي اللايك تشجيعا ليا على الافكار اللي هتسمعيها دلوقتي حالا. اول حاجه هنجري عليها هي بتاع الفراخ. هروح لبتاع الفراخ هقول له عايزه 2 كيلو بانيه انصاص، كل نص كيلو لوحده. البانيه الحمد لله الايام دي رخيص جدا، الكيلو ب 160 جنيه. واكتر حاجه بتملى بيتك خير هي البانيه. 2 كيلو بانيه ب 320 جنيه. هتقولي لي لا يا سهى ده اغلى من كده، هقول لك لا حرام، دوري على غيره هتلاقيه ب 160 جنيه الكيلو، وهو البانيه بتاع ده هو زي بتاع ده.
هتجيبي فرخة 2 كيلو ومعاها وركين، هتقولي للراجل يقطع لك الفرخة على 8 قطع، ما هي كبيرة، انتوا 6 افراد، ولو قلنا هناكل في الشهر مرتين فراخ يعني اسبوع واسبوع، يعني في المرتين هيكفينا 12 قطعة فراخ. معانا الفرخة هنقطعها 8 والوركين كمان هنقسمهم بالنص، هيبقى معانا ال 12 قطعة فراخ، وانتي قسميهم على حسب اكلاتك زي ما تحبي. الفرخة هتعمل في 150 جنيه، والوركين عشان يكونوا حلوين هيعملوا في 70 جنيه. ادي كده 220 جنيه، ومعاهم كمان كيلو كبد وقوانص ب100 جنيه وكيلو أجنحة ب70 جنيه، يعني بتاع الفراخ حسابه كله ب710 جنيه. تاني بقى شوية واصبري عليا لغاية كده. انت عارفة ال710 دول هيكفوني وهيعملوا لي كام أكلة في الشهر؟ تعالي كده نحسب مع بعض ونحسب هيعملوا لي كام أكلة بالظبط ال710 دول. معايا أكلة فراخ مرتين، معايا أكلة كبد وقوانص مرة، معايا أكلة أجنحة مرة، أدي 4 مرات. البانيه هيعمل لي كام أكلة؟ ال2 كيلو اللي جبناهم 4 تنصاص هيعملوا لي كام أكلة؟ هنمسك أول نص كيلو بانيه، هنقول نص كيلو البانيه في المتوسط عامل 9 قطع. احنا هنغسله كويس قوي قوي ونصفيه ونقسم كل قطعة بالنص، بقى عندنا 19 قطعة ستريبس. حضرتك هتعمليه بالخلطة وتحطيه في علبة وتشيليه في الفريزر. وانتوا كام نفر؟ وانتوا 6 انفار، يعني اول نص كيلو بانيه هيعمل لنا اكلة ستريبس مرتاحة قوي قوي، وهيفيد كمان منه 4 قطع هخليهم على جنب. هنمسك تاني نص كيلو هنحطه في الكبة، ما عندكيش كبة حضرتك هتتلجيه وتبشريه بالمبشرة، تحطي عليه بطاطستين مهروسين، هتعملي منه احلى كفتة فراخ ممكن تدوقيها في حياتك، مع شوية اضافات كده. وطريقة كفتة الفراخ منتشرة جامد جدا جدا على اليوتيوب. عارفة النص كيلو بانيه ده هيعمل لك من اكلتين ل3 كفتة فراخ. احنا يا ستي هنقول اكلتين، ادي بقى عندنا 3 اكلات من البانيه نقدر، ادي بقى عندنا 3 اكلات نقدر ناكلهم من البانيه. هندخل على تالت نص كيلو، برضو اجيب طريقة الناجتس من اليوتيوب واعمل ناجتس او اعمل البانيه اللي هو بيبقى بتاع المصانع، هيعمل لي من اكلتين ل3 بالاضافات اللي احنا بنضيفها عليها، هنقول هيعمل لنا اكلتين بس. ادي بقى عندنا 5 اكلات نقدر نعملهم من البانيه. متبقي معايا اخر نص كيلو، يا ترى هعمل بيه ايه؟ نص كيلو الاخير ده هقسمه على ربعين، هاخد اول ربع كيلو واقطعه حتت فراخ صغيره خالص واشوحه مع البصل مع الطماطم مع الفلفل الرومي، واحطه في صينيه مكرونه، عملت اجدعها صينيه نجريسكو. واخد الربع كيلو التاني برضه احط عليه نفس الاضافات واعمله احلى شاورما فراخ جنب بطاطس محمره، يعني اللي ياخد 2 كايزر فراخ ياخد معاهم 2 كايزر بطاطس، ويبقى برضو عندي احلى اكلة شاورما فراخ هيحلفوا بيها كأنهم راحوا مطعم بره. واوعي تنسي كمان ان انت كان متبقي عندك 4 قطع ستريبس، يعني هيساعدوكي مع السندوتشات. تعالي بقى نحسب كده بقى عندنا كام اكلة من البانيه بس. كده بقى عندي اكلة ستريبس، عندي 2 من كفتة الفراخ، عندي 2 من الناجتس، عندي أكلة نجريسكو، وعندي كمان أكلة شاورما. أدي 7 أكلات غير 2 فراخ وواحدة أجنحة وواحدة كمان كبد وقوانص، معايا 11 أكلة هيتعملوا بال710 دول. 11 أكلة بسم الله ما شاء الله، أشكال والوان. كده متبقي معايا كام من ال1500؟ متبقي معايا 790 جنيه. يلا بينا نكمل مشتقات ومشتريات اللحوم. في كل مكان بيكون فيه شادر لحمة، الشادر ده بيبيع اللحمة من 250 ل 280 جنيه. ممكن اللحمة بتكون كبيرة شوية بتاخد سوا شوية، بس أنا بالنسبة لي أجيب منها ولا إني أجري أجيب لحمة مستوردة. يعني إحنا أصلا لما بنيجي نظبط ميزانيتنا بنحاول نقلل من كمياتنا شوية عشان نعرف نكفي الشهر بتاعنا، عشان نعرف نأكل عيالنا كل حاجة. وقت ما اجي ااكلهم كمان مستورد، لا يبقى كده حرام عليا. طب انا مش هصعبها عليك واقول لك يا ستي كيلو اللحمه عندك ب 250 و 280، لا، كيلو اللحمه عندك ب 300 جنيه. هتروحي للجزار تقولي له عايزه كيلو لحمه بس اقطعوا لي حته واحده كله على بعضه، ما تخليهوش هو اللي يقطعها لك. كيلو اللحمه اصلا في العادي بيقطع حوالي 9 قطع، لا انت بظبطه ايدك وبتقطيعه ايدك لو قللتي، لو خدتي كده حته صغيره من كل حته وانتي قطعتيها ممكن تعمليهم في ال 12 قطعة.
يعني هيعملولك اكلتين هتعمليهم اسبوع واسبوع. اصبح ان انت طول الشهر على مدار الشهر هتعملي اكلة فراخ واكلة لحمة، اكلة فراخ واكلة لحمة. حتى الدهنة اللي هيحطها لك او السمينة الحتة الزيادة اللي حطيتها لك في اللحمة هتقسميها برضو على الكيسين. هندق كمان كفتة رز نص كيلو ب150 جنيه، وهنجيب كمان نص كيلو مفروم معاه ب150 جنيه. حسابنا كام لحد كده؟ 600 جنيه بالتمام والكمال. ال 600 جنيه دول هيعملوا لي كام أكلة؟ هيعملوا لي أكلتين طبيخ، أكلتين لحمة، وأكلة كفتة رز، وأكلتين بالمفروم. ازاي يا سهى؟ ده نص كيلو مفروم واحنا 6 أفراد. هقول لك يا ست الكل هتعملي ايه، اصبري بس عليا. وانت بتجيبي نص كيلو المفروم هتقولي للراجل اديهولي ربعين، هتاخدي اول ربع قدامك خيارين، وانت براحتك واللي تفضليه هو اللي تعمليه. اول ربع كيلو ممكن تجيبي عليه ب5 جنيه فول صويا، وتنقعيه وتصفيه كويس قوي وتضربيه مع المفروم، وتبقي ضاعفتي كمية المفروم للطقطقين. ناس كتير هتطلع تقول لي يا سهى بس الفول الصويا غلط على الاولاد. هقول لك يا ست الكل اتجهي فورا للحل التاني، واللي هو انا بفضله، انا شخصيا بفضله. اللي هو بعمل ايه؟ ربع كيلو مفروم، ببشر عليه بصلايه كبيره، وبجيب رغيفين عيش كبار بنقعهم كويس لغايه ما يطروا كويس جدا جدا. النقطه الاهم ان هم اهرسهم بايدي اما اصفيهم من الميه نهائي، وبقوم عجناهم او مدياهم ضربه بسيطه في الكبه. العيش بيختلط بالمفروم خالص. اولا بيضعف لك الكميه، ثانيا بيخلي اللحمه ما تكشش لما تيجي تتعمل كفته. ومن ربع كيلو مفروم هيبقى عندك احلى صينيه كفته. تحطي من تحتها بطاطس، حلقات بطاطس، حلقات بصل، حلقات طماطم، وتحطيها في الفرن. اتعملت جنب شويه رز بشعريه، والله لا يسيبوا الكفته وياكلوا بس البهاريز اللي من تحت الكفته. وبالنسبه للكميه لو طلع حتى لكل فرد فيكم صباعين صدقيني هيبقوا احسن من انك تدي لكل فرد 5 ولا 6 صوابع من حاجه انت نفسك ما تعرفيش ايه مصدرها. يلا بينا على الربع كيلو التاني هنعمل فيه ايه. هنعصجه عادي خالص، بس واحنا بنعصجه خلينا كده نحط فيه شويه اضافات. يعني مثلا نص جزرايه مبشوره، طماطميتين، قرنين فلفل رومي، بدل ما بحط مثلا بصلايه لا اخليهم بصلتين، ونبقى برضو ضعفنا الكميه. ونعمل باللحمه المفرومه المتعصجه دي صينيه مكرونه بشاميل، حطيتيها في صينيه رقاق، حطيتيها في صينيه جلاش، مش هنبقى حرمنا نفسنا ولا حرمنا عيالنا من اي حاجه خالص، وفي نفس الوقت احنا بنديهم المفيد، بنديهم الحاجه اللي فيها فايده. طب يا سهى كده انا متبقي معايا 190 جنيه، هعمل بيهم ايه تاني؟ اجري بسرعه بيهم على بتاع السمك. كيلو السمك البلطي دلوقتي ب75 جنيه، اجيب لي 2 كيلو سمك بلطي. اجيب الكيلو مثلا قطع لي 3 سمكات، كل فرد فيكم اخد نص سمكيه بس تكون مليانه لحم، احسن كتير من ان اجيب سمك صغير. بس طبعا الاختيار ليكي. وبقى عندي كمان في الشهر اكلتين سمك. طب يا سهى متبقي معايا 40 جنيه من فلوس السمك اللي هما ال 190 جنيه، اعمل ايه؟ ده فرصتك الايام دي تعملي بيهم ايه؟ انت لسه هتسألي؟ يلا بسرعة على البسارية، الكيلو من 25 ل 40 جنيه. تروحي تجيبي لك بال 40 جنيه بسارية وتقسميهم جنب اكلات السمك، قليتي منهم حبة خللتي منهم حبة، ايه اللي يريحك خالص. شوفي بال 1500 جنيه دول عملنا كام اكلة لحوم بس؟ 18 اكلة لحوم، ولا استهترنا ابدا ولا جبنا حاجة مجهولة المصدر. ده بلدي والاسماك وكل حاجه نفسنا تشتهيها. يعني هيتبقى عندنا في الشهر 12 اكله هنقضيهم من غير لحوم. لو قسمنا ال 12 اكله دول على ال4 اسابيع هيبقى في كل اسبوع 3 ايام اكلات من غير لحوم. يعني هيبقى عندك في كل اسبوع 4 اكلات تعمليهم فيهم لحوم، و3 اكلات من غير لحوم. يعني زي ما انت عايزه تقسيمتك اللي انت حباها، تعملي يومين لحوم ويوم مش لحوم، تعملي يوم ويوم براحتك خالص. يعني سهل قوي قوي نوزع ال3 اكلات دول على ايام الاسبوع بتاعتنا. طب يا سهى في 100 جنيه احنا حجزناها قبل ما نشتري اللحوم، يا ترى دي هنعمل بيها ايه؟ دي يا ست الكل هتكون معاكي احتياطي في اي وقت حبيتي ان انت تبعتي مثلا تجيبي في مره كام بيضه مثلا للعيال هتاكليهم او تعشيهم بيها. في مره مثلا جبتي كيلو لبن عملتيه على مرتين مثلا شاي بلبن. في مرة جبتي علبة جبنة للفطار.
في مرة جبتي مثلا كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر او كيس خميرة، وعملتي حاجة بالدقيق اللي عندك، يعني ان شاء الله باذن الله هيطلع منها فلوس هتتحط في مكانها المناسب، تطلعي منها بتأني وبالراحة في مكانها المظبوط. كده حاجتنا كاملة، ميزانيتنا كاملة، ما فوتناش اي حاجة في الشهر او نسينا اي حاجة نقدر نجيبها خلال الشهر. ميزانية محسوبة كويس قوي ومتقاسة بالمسطرة. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو اوعي تنسي تسيبي اللايك اللي بيفرحني وتدعيلي دعوة حلوة في الكومنتات. اشوفك ان شاء الله في فيديو جاي وانتي باحسن وبافضل حال. يلا سلام.